هنعمل أول ميدالية على شكل كريس سهلة وسريعة في منتهى الشياكة من البايب كلينر. هنجيب عود بايب كلينر باللون الأخضر وأربع أعواد باللون الأحمر. أول حاجة هنجيب كده عود البايب كلينر اللي باللون الأحمر ده، وهبدأ إن أنا ألف كده لحد ما أعمل دايرة، هلف العود بالكامل لحد ما تكون معايا كده الشكل بتاع الدايرة. بعد كده آخر جزء في العود بالطريقة دي هبدأ إن أنا أتنيه بالطريقة دي كده في الظهر. بس أول حاجة هجيب كده مسدس الشمع وهحط كده نقطة شمع في ظهر الدايرة اللي احنا عملناها من البايب كلينر، وهنثبت الجزء الأخير ده بالشكل ده. وبس كده، شايفين سهلة ازاي؟ تعالوا بقى نعمل واحدة كمان بنفس الطريقة. هنجيب كده عود البايب كلينر وهنبدأ ان احنا نتني أول جزء في العود، وبعد كده هنبدأ ان احنا نلف العود ده كده رول لحد ما نكون دايرة بنفس الطريقة. وآخر جزء في العود ده كده هنبدأ ان احنا نتنيه كده علشان نثبت بيه الدايرة من ورا. بنحط بقى نقطة شمع كده في الظهر، ونثبت الجزء الأخير ده كده في ظهر الدايرة علشان تثبت معايا وتكون متماسكة وما تفكش أبدا. وده كده شكلها. كررت نفس الخطوة مرتين كمان عشان يبقى معايا كده 4 دوائر بنفس الشكل. بعد كده جبت عود بايب كلينر باللون الأخضر وهبدأ إن أنا بقى أعمل العنقود بتاع الكريز. بتني كده العود بالنص بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين، وهبدأ إن أنا كده من الجزء اللي في النص ده كده، وهربط الطرفين دول في بعض بالشكل ده. بقى معايا دايرة من فوق كده، والطرفين اللي تحت دول هبدأ بقى من الجزء اللي فيه الدايرة ده كده هضغط الدايرة من النص كده كأني بعمل شكل قلب، وأحولها كده لشكل ورقة شجرة. ببدأ إن أنا أربط الطرف ده بالشكل ده والطرف التاني بالطريقة دي، وباحاول إن أنا بقى أشكل كده ورقة الشجرة أو عنقود الكريز بالطريقة دي كده. بعد كده هاجيب مسدس الشمع وأبدأ إن أنا أثبت الكرات اللي باللون الأحمر، باحط كده نقطة شمع على العود بتاع الكريز كده، وباثبت أول كورة، وباحط نقطة شمع تانية وأثبت بقى الكرة التانية عليها بالطريقة دي، بحيث إن هي تكون واحدة كده قدام وواحدة في الضهر علشان يبقى شكلها حلو كده وكيوت. والناحية التانية برضه هاعمل نفس الطريقة، باحط كده نقطة شمع على الكرة اللي باللون الأحمر، وأثبتها كده في العود بتاع الكريز، وهاحط نقطة شمع تانية وهاثبت الكرة التانية بنفس الطريقة كده. وده كده شكلها بعد ما خلصنا الشكل الأساسي. تقدروا تسيبوها كده أو تقدروا إن انتوا تزينوها باستراسات أو بلولي. حطيت كده نقطة شمع على العنقود من فوق، وحطيت واحدة لولي فوق كده، وعلى الكريزة نفسها حطيت واحدة لولي هنا، والناحية التانية برضه حطيت واحدة لولي كمان. وده كده بقى شكلها. وآخر خطوة معانا هنجيب كده حلقة الميدالية والقطعة المعدنية كده اللي بتكون تحت دي بنوسعها شوية علشان نثبتها كده في طرف الكريز من فوق بالطريقة دي، وبأي بنسة كده بنضغط على القطعة المعدنية دي كده ونقفلها كويس. وكده بقى معانا أول ميدالية على شكل كريز سهلة وسريعة وفي منتهى الشياكة وما خدتش مننا أي وقت.